السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم خلطة محشي من ايام زمان كده، من الروايح بتاعت زمان، الاكلة الاصيلة اللي في كل بيت، يعني ما نقدرش نستغنى عنها، وهي المحشي. عندي ليه المقادير ايه بقى؟ عندي حوالي ربع كيلو من البصل مقطعه عليه قرن فلفل حامي، وكمان عندي للمادة الدهنية عندي زيت نباتي عادي، وعندي كمان ليا ضاني. تمام كده، ليا بتاعه الخروف. جبت الزيت وسخنت عندي الطاسة كويس قوي، وبعد كده حطيت الزيت وحطيت عليها الليا. تمام كده. ايه لازمة الليا؟ بتخلي طعم المحشي خرافي. يعني مش قادره اوصف لك. انت بتاكلي محشي بالسمنه البلدي، لا هو بيبقى فوق السمنه البلدي بمراحل كده. يعني بتاكلي حاجه بترجعك كده لايام زمان. خلاص، فانا حطيت بقى البصل والفلفل وعملتهم كده كويس على النار. ببتدي ان انا اشوح فيهم، وخدي بالك ان اللي هي بتختفي، ما بيبقاش ليها اي وجود خالص، بس هي يعني ايه، بتحتاج ان هي تتسيح كده على النار شوية مع اي حاجة بقى انت حطاها. تمام. ببتدي ان انا عندي بعد ما شوحتها، انا ما بخليهاش تتحمر خالص، يعني ما بديهاش لون، يا دوبك بس هي تدبل كده وتبقى صفرة كده شوية. وبعد كده بجهز عندي بقى معلقة من الصلصة كبيرة، وببتدي ان انا اخلطها كده مع البصلايه، تعمل لي لون بقى جميل كده، عشان لما انزل الطماطم تبقى الطماطم عندي حمرة وحلوة قوي. خلاص، مش عايزه تحطي الصلصه ما تحطهاش، بس هي بتبقى جميله جدا في الطعم. تمام كده. عندي بقى شفشق من الطماطم ضرباه كويس. مش عايزه تضربيه، ممكن تقطعيها على فكره على ايديكي، انا بحب برضو اقطعها على ايدي كده، بتبقى حلوه قوي. تمام. عندي بقى للبهارات ايه، انا بحب احط جوز الطيب، ببشر جوز الطيب، وبحب احط فلفل اسود وكزبره وفلفل وملح بس. ما بحبش بقى احط فيها ولا كمون ولا بابريكا ولا نعناع ولا توم ولا الكلام ده كله. تمام. يبقى البهارات ايه، عندي معلقه من الملح، فلفل اسود، معلقه كمان من الكزبره، بشر جوز الطيب، حسب بقى انت هتحطي قد ايه يعني. تمام. بس ما تكتريش من جوز الطيب عشان بتمرر. اعرف ازاي بقى ان الصلصه عندي بقت جاهزه وجميله كده وحلوه؟ لما الماده الدهنيه تترفع عندي على الوش بالشكل ده. تمام. عندي بقى انا مقطعه حزمه كزبره على حزمه شبت، ما بحطش بقدونس لانه بيغير طعم المحشي، فبحب احط كزبره وشبت بس، بقطعهم كده تقطيع صغير. وببتدي ان انا اجهز الرز عندي، بغسله وبصفيه كويس جدا، وبروح حاطه الخلطه بقى حسب ما انا عايزاها قد ايه بقى. تمام. ببتدي ان انا اقلبها كويس قوي، وبدوقها لو عايزه ملح ولا حاجه بحط لها، وخلاص على كده بتبقى عندي جاهزه ان انا احشي بيها اي حاجه. عايزه اقول لكم الخلطه دي فظيعه وجميله جدا. انا عايزه يعني المحشي بيبقى فعلا ليه طعم تاني. وبصوا اللي ما بيبقاش ليها اي اثر، ممكن تلاقي منها فتافيت كده صغننه، بس محدش بيحس بيها، يعني محدش بيحس بالطعم اصلا، فبتبقى جميله وحلوه جدا. تقدري بقى تحشي بيها بتنجان، تحشي بيها كوسه، تحشي بيها ورق عنب، اللي انت عايزاه بقى تحشي بيها. تحفه جدا، وان شاء الله هتعجبكم، حلوه جدا.